تخيل إنك تكون عايز تعمل تغيير حقيقي، بس فجأة تلاقي الكل ضدك وتتوصف بالخيانة والجنون وتتحذف في التاريخ كله. اللي هنتكلم عنه النهارده ده قاد ثورة من أغرب الثورات في التاريخ اللي ممكن تشوفها، بس برضه اتحذفت من كل المعابد وحذفوا اسمه من القوائم الملكية كلها. بس هو فعلا كان خير لمصر ولا مجرد واحد ضحية لمؤامرة تاريخية؟ ونرجع للقرن ال 14 قبل الميلاد. مصر دولة في قمة عظمتها وفي قمة قوتها، جيش قوي، معابد ضخمة، وكان الآلهة آمون هو الحاكم الفعلي للبلاد. وسط كل ده بيظهر فرعون مختلف غريب اسمه أمنحتب الرابع، لكنه قرر يغير اسمه لإخناتون. ومش بس غير اسمه، ده نقل العاصمة في هدايا بتاعت مصر من طيبة لمدينة إخناتون اللي هي تل العمارنة دلوقتي. ترى سكت على كده؟ هقول لك لأ، بس هو قرر فعلا إن هو يلغي كل الآلهة التقليدية ويعمل زي توحيد ديني لإله واحد بس. وقال ساعتها إن الإله الوحيد اللي موجود واللي الناس المفروض تعبده ساعتها هو الإله أتون قرص الشمس. بالنسبة بقى للكهنة والمصريين اللي عملوا إخناتون ساعتها، ده كان كارثة. مصر طول عمرها من ساعة ما طلعت معتمدة على دعم الكهنة، وفجأة مرة واحدة كده السلطة كلها بقت في إيد الفرعون. والجيش برضه ما كانش راضي على ضعف موقفه قدام الأعداء. كل ده طبعا خلاه مكروه من الطبقة الحاكمة. ومن هنا بقى بدأت الاتهامات، والكهنة يطلعوا عليه إنه خاين وإنه السبب في ضعف مصر قدام الأعداء ساعتها، لدرجة إنه بعد ما مات محوا كل حاجة عنه ممكن تتذكر في التاريخ. الرسومات، سواء قصص مكتوب عنه، حتى التماثيل بتاعته كسروها كلها. بس هل فعلا إخناتون كان خاين؟ الحقيقة إن إخناتون كان مفكر وثوري. لو ركزت هنا وفكرت لثواني هتلاقي إن هو كان عايز يعمل هنا إصلاح ديني غير مسبق. أنا بكلمك في القرن ال 14 قبل الميلاد، وهو كان عايز يوحد الناس كلها على ديانة واحدة. لكن مشكلته إن هو بس ركز على الدين بس ونسي السياسة والجيش، وده طبعا اللي خلاه مكروه في البلاد كلها. والدليل بقى إن بعد موته مصر مرت بمرحلة فوضى كبيرة، لكن مش بس بسبب الخيانة، ولكن كانت عشان الصراع عن الحكم. لأن كهنة آمون ساعتها ما كانش مستعدين أبدا إن هم يفرطوا في نفوذهم بالسهولة دي. فهل إخناتون كان مجرد ملك مجنون ولا كان سابق عصره؟ هل لو كان قدر يحكم عدد سنين أكتر من اللي حكمها كنا ممكن نبقى متوحدين على ديانة واحدة قبل أي حضارة تانية؟ عايز أعرف منكم بقى في الكومنتات، هل إخناتون فعلا خاين ولا كان سابق عصره؟ في الآخر متنساش لايك، سبسكرايب، سلام.